ولست أجد غراما بالخيل بالفرس كما أجده عند امرئ القيس. امرؤ القيس مع أني لا أحب معلقته ولا أحبه ولكن أبيات التي تتكلم عن الفرس هذه وفق فيها، وفقه شيطانه توفيقا عظيما. يقول: وقد أغتدي والطير في وكناتها. هذا شيء عند العرب ما كانوا ينامون. اللائي الذين كانوا ينامون الصباح عند العرب هم النساء، وهذا شيء يدل على أنها من أهل بيت أهل ترف ما تحتاج أن يقيموها صباحا لتعمل وكذا. ولذلك يقول هو امرؤ القيس يقول: نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضل. هذه الفلانة التي تنام في الضحى لأن عندها من يكفيها المهنة. ولذلك في حديث أم زرع في الصحيحين، أم زرع لما تحدث عن زوجها أبي زرع تقول: أبو زرع فما أبو زرع أناس من حلي أذني، ملأ من أذنيها من الحلي وملأ من شحم عضدي، فإذا امتلأ هنا إذا امتلأ هذا الموضع من اللحم، هذا لا يمتلئ من اللحم هنا حتى تكون الباقي ملئ قبله. وملأ من لحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي. يعني يقول لها: والله ما أجملك، ما كذا، وأنت كذا وأنت كذا، وهي ليس فيها شيء من ذلك. ومن كثرة ما يقول ذلك صدقتني، قالت: وبجحني فبجحت إلي نفسي. وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح. أخلاق. فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح، لا يقيم. ولكن رجال العرب، وطبعا هذا ليس عيبا في النساء، لكن رجال العرب ما ينامون الضحى، قوامون في البكور. يقول هذا امرؤ القيس: وقد أغتدي والطير في وكناتها. الطير ما زالت لم تخرج من جحورها، هو يخرج قبلها. ولكن كيف يغتدي؟ يخرج في الغداء بمنجرد أملس. أنت تحدثنا يا شيخ أحمد، يعني الفرس يكره فيه أن يكون كثير الشعر والزغب، المستحب فيه أن يكون أملس، وهذا هو المنجرد. بمنجرد قيد الأوابد. الأوابد هي الوحوش، وهذه يعني تكون بعيدة عن الناس ويجريها. هذا الفرس جعله امرؤ القيس كأنه قيد لتلك الأوابد. ما معنى قيد؟ يعني يقيدها، يعني هو عندها يدركها بل ويسبقها. وهيكل ضخم، وهذه غريبة أن يكون الفرس ضخما ثم هو مع ذلك سريع جدا يدرك الأوابد. بمنجرد قيد الأوابد هيكل مكر مثر مقبل مدبر، معا يصنع كل هذا الشيء فوق تحت كجلمود صخر حطه السيل من علي. كان يكلمني رجل من شيوخ البحرين يقول: كان في زمان قبل أن يكون هذا الضغط في الماء يكون هذا الخزان، إذا كان الخزان غير عال يكون الضغط قليلا، فإذا على الخزان صار الضغط كثيرا. هكذا تفهم به قول امرئ القيس: كجلمود صخر ينزل ومن عالي. إذا كان الماء إذا كان عاليا كان الضغط فيه كثيرا. الصخر كيف يكون؟ الذي ينزل من العلو العالي. هكذا حصانه هو كميت يزل اللبد. كميت اللون يزل اللبد هذا الثوب الذي يكون تحت السرج ما زال عندكم. يزل اللبد عن حال متنه عن ظهره كما زلت الصفواء بالمتنزل. يعني هذا الفرس لا يعرفه ولا يحسن ركوبه إلى الخريف، لأنه سيقول هو يزل الغلام الخف عن صهواته، وفي رواية يزل الغلام الخف، يعني هذا الفرس يطير الخفيف. إذا كان الفارس خفيفا طار من ظهره، وإذا كان ثقيلا حار في ثيابه ويلوي بأثواب العنيف المثقل. يعني لا خفيف يصلح ولا ثقيل يصلح، لا بد أن يكون فارسا محنكا. طيب هذا فرس من؟ فرس امرئ القيس. هو يتوصل بكل ذلك إلى مدح نفسه. يقول:
ضليع إذا استدبرته سد فرجه بضعف. غليظ إذا رأيته من خلفه رأيت ما بين رجليه. الفرج هنا هو الفضاء الذي بين قوائمه الأخيرة. سد فرجه بضعف، بذنب طويل، وهذا الذنب ليس بأعزل، لأنهم يقولون من عيوب الخيل أن يكون ذنبه مائلا إلى شق، إما إلى الشق الأيمن أو الأيسر، فهذا ذنبه ليس مائلا إلى جهة، لكنه طويل بضعف طويل فويق الأرض. لماذا فويق الأرض؟ يقول لأنه من عيوب الخيل أن يكون قصير الذنب، ومن عيوبه أن يكون طويل الذنب يمس الأرض لأنه سيطغى عليه. فهو يقول لك هذا ما فيه ذلك العيب، الذنب طويل ضافي وما يكون فوق الأرض، فويقها يعني شوية فوق الأرض، ليس بأعزل. يقول فبات عليه سرجه ولجامه، يعني لشدة غرامه بفرسه لا يفك عنه سرجه ولا لجامه ويبقيه. فبات عليه سرجه ولجامه وبات بعيني قائما غير مرسل ينظر إليه. وفي بيت آخر يقول متى ما ترقى العين فيه تسفل، ينظر إلى أعلاه ينظر إلى أسفله. ما أحسن هذا الرأس، ما أحسن هذه الغرة، ما أحسن هذا اللون، ما أحسن هذه القوائم، ينظر إلى القوائم ثم يعود إلى الرأس، وهكذا مغرم